فلتردد هذه الصلاة معي من كل قلبك وفكرك. صلاة من أجل المظلومين والمضطهدين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبانا السماوي، نرفع اسمك ونعظمك ونسجد لك، لأنك عظيم في صفاتك وطبيعتك، بل عظيم في كل شيء. ونمجدك لأنك إله حق وعادل، لا يتغافل عن صراخ المظلومين وتنهداتهم، ولا يقبل صنع الظلم والشر والعثرة. نلتمس منك يا سيد، نحن الغير مستحقين، أن نتضرع إليك بسبب كثرة خطايانا، أن تنظر إلى كل نفس تعبت من الظلم ومعاناته، إلى كل نفس سلبها الشيطان بواسطة أعوانه فرحها وسلامها وسعادتها، إلى كل صرخة مظلوم بات الظلم الواقع عليه ألما فوق طاقته، لأنك قادر أن تقضي وتحكم لكل مظلوم حسب عدلك وحقك، لا سيما للذين صبروا على الظلم الواقع عليهم، إكراما لاسمك العظيم وشهادة لإنجيلك المبارك. نلتمس عدلك يا رب، وأن تضع حدا للظلم الواقع على أولادك الذين يسعون جاهدين ليل نهارا من أجل أن يثبتوا في الإيمان بك وفي محبتك، عاملين مشيئتك من كل القلب والإرادة. وأن ترسل من يتكلم حسب حقك وإرادتك لينصفهم سريعا، وإن كانت مشيئتك أن يظلوا تحت نير الظلم ومعاناته، فأنت قادر أن تهب لهم بروحك القدوس مزيدا من القوة والحكمة والمثابرة والصبر، لكي لا يدفعهم الضعف لأن يكونوا غنيمة لإبليس، لأننا نثق في أنك ترجو خلاص الجميع وسعادتهم الدائمة. كما نسأل من أجل كل مظلوم من أجل كل ضعيف أن تعينه في أوقات الشدة، ونسأل أيضا من أجل كل ظالم ومتجبر ومضطهد، لكي تلمس بنعمتك الغنية قلوبهم جميعا، ولكي تحررهم جميعا أيضا من كل فساد وشر وكبرياء وقسوة، لأن مسرتك أن يحيا الجميع في لطف وكمال وإيمان، وليست مشيئة أمامك أن يهلك أحد، بل أن يقبل الجميع إلى الحق ومعرفة مسيحك. نرفع هذه الصلاة الضعيفة يا سيد بشفاعة أمنا الطاهرة البتول، أم النور العذراء مريم، وكل مصاف قديسيك، آمين. المزمور 42. احكم لي يا رب، وانتقم لمظلمتي من أمة غير بارة، ومن إنسان ظالم وغاش نجني، لأنك أنت هو إلهي وقوتي. لماذا أقصيتني؟ ولماذا أسلك كئيبا من مضايقة عدوي؟ أرسل نورك وحقك، فإنهما يهديانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك.
فأدخل إلى مسبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي. أعترف لك بالقيصارة يا الله إلهي. لماذا أنت حزينة يا نفسي؟ ولماذا تزعجينني؟ توكلي على الله، فإني أعترف له خلاص وجهي هو إلهي. هللويا.